من قال إن البرغوث الأرجنتيني عندما ذهب إلى أمريكا وإلى فريق حديث العهد ليس لديه تاريخ كروي ولا ألقاب؟ من قال إنها ستكون نهاية ميسي ولن نسمع عنه؟ كل من شككوا أن ليونيل ميسي انتهى كانت آراؤهم خاطئة، فمنذ قدومه بدأ تحطيم الأرقام. فأول مباراة لتقديم ميسي حصدت 3 ملايير مشاهدة حول العالم، أكبر من حفل تقديم كريستيانو رونالدو. وشهدت حضور نجوم كبار في كل المجالات، على غرار سيرينا ويليامز لاعبة التنس المشهورة، إلى جانب مجموعة كبيرة من نجوم الدوري الأمريكي لكرة السلة يترأسهم الملك ليبرون جيمس. وتميزت كل المباريات بحضور نجوم كبار. ميامي المعروفة بالنجوم في كل المجالات كان فيها ميسي ملك كل النجوم. منذ قدومه تميزت كل المباريات بحضور نجوم كبار، وكلهم تهافتوا ورفقة أبنائهم وعائلاتهم ليشاهدوا ميسي ويلتقطوا صور رفقة الأسطورة. حتى من كانوا قريبين منه شاهدوا ميسي كما لم يشاهدوه من قبل. ميسي الذي انتقل إلى ميامي ليس هو ميسي برشلونة ولا ميسي باريس سان جيرمان الفرنسي. بعد فوزه بكأس العالم في قطر قال كثيرون أنه بلغ مستوى كبيرا وسوف يتراجع لكي يستعد للاعتزال لإنهاء مسيرته الكروية، لكن ميسي خالفهم الرأي وقال لإحدى الصحف: أنا أعرف أنني أشكل قدوة، وعندما أتواجد في الملعب أو أي مكان آخر فأنا أمثل عائلتي وأصدقائي وكل من يحب ميسي. كلما زاد اللعب زاد الشعور بالصبر وحب الناس وعشق اللعبة. عليك أن تعيش شغف كرة القدم لكي تمنحك كل ما تريد. ثق في نفسك فقط واستمتع وكل شيء سيأتي. قام العديد بتشبيه ميسي بكابتن أمريكا وأنه يمتلك قوة خارقة، فشبهه مشجعي إنتر ميامي بالبطل الخارق الذي سيسحق الدوري الأمريكي بمطرقته. ومنذ سماع انتقال ميسي اجتاحت الولايات المتحدة حمى انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم. وبدأ الكل يتساءل متى سيلعب أول مباراة له بقميص فريقه الجديد. ضم الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم القليل من الأسماء اللامعة في السنوات الأخيرة، لكن وصول ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي سيغير خارطة اللعبة بالولايات المتحدة. وبعد أن رفض مهاجم الأرجنتين عرضا مغريا من السعودية، رفع اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات شعبية الدوري الأمريكي إلى درجة هائلة بعد أن كان في أسفل الترتيب بين مسابقات الدوري الأربع الأخرى في أمريكا الشمالية من ناحية المتابعة. وذكر مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة أنباء رويترز هذا الأسبوع أن ميسي أراد الانتقال إلى ناد يمكنه الحصول على حصة من ملكيته، وسيتبع بذلك مسارا مشابها للمالك الشريك لناديه الجديد ديفيد بيكهام، الذي فاجأ الجميع بانتقاله إلى لوس أنجلوس في 2007 عقب خروجه من ريال مدريد في خطوة منحته حق امتياز مخفض. وانسجم بيكهام وزوجته فيكتوريا مع ثقافة المشاهير في لوس أنجلوس، وجرى الاحتفاء بالخطوة كبداية عهد جديد لكرة القدم الأمريكية. وانتقال ميسي في صفقة مجانية عقب انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي كان لها تأثير أضخم. وقال إيريك وينالدا لاعب المنتخب الأمريكي السابق والمذيع التلفزيوني حاليا: هو أشهر وأفضل لاعب في الكوكب في نفس الوقت،
لن يكون مصدر جذب فقط، بل سيتيح فرصة لرؤية العظمة. وغطى قرار ميسي على أكبر مفاجأة في كرة القدم بأمريكا الشمالية حين عاد أسطورة البرازيل الراحل بيليه من الاعتزال ليتعاقد مع نيويورك كوزموس قليل الشهرة في الولايات المتحدة عام 1975. ومع استعداد الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم بعد 3 سنوات، فإن وصول ميسي تزامن مع لحظة توهج كبيرة للرياضة، وزادت شعبية الدوري الأمريكي بسرعة هائلة بعد تطور المسابقة بخطوات ثابتة منذ الموسم الأول عام 1996. ولم تنظر جماهير إنتر ميامي الأمريكي التوقيع الرسمي، وبدأت في التهافت على سوق التذاكر التي عادة ما تكون هادئة في دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين. وحسب شركة لوبيتكس المتخصصة، فإن الطلب على التذاكر في سوق إعادة البيع خلال الساعات الأولى بعد إعلان ميسي اختياره اللعب في صفوف إنتر ميامي شهد إقبالا غير مسبوق على المباريات المقبلة للفريق، حيث ارتفعت قيمة التذاكر ب4 أضعاف عن تلك المسجلة عند طرحها للبيع. وقال الأستاذ بكلية سيميث أندرو زيمبالست الذي شارك في تأليف كتاب تسلية وطنية: كيف يلعب الأمريكيون البيسبول ويلعب العالم كرة القدم. وأضاف: الدوري الأمريكي لن يضاهي أيا من مسابقات الدوري الأوروبية بين عشية وضحاها. وتابع: معظم المشجعين الحقيقيين لكرة القدم بالولايات المتحدة سيتجهون إلى الكرة الأوروبية عندما يرغبون في مشاهدة أعلى مستوى للتنافس وليس الدوري الأمريكي، ولكن ميسي ستكون له بصمة كبيرة في تغيير ذلك. وبحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات حصل على اللقب رقم 44 في مسيرته المذهلة التي امتدت من عام 2004 إلى 2023، وبذلك يتخطى ميسي زميله السابق داني ألفيس والذي حقق 43 لقبا في مسيرته حتى الآن. وحقق ميسي كل من 10 ألقاب للدوري الإسباني، 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، 7 كؤوس ملك إسبانيا، 8 كؤوس سوبر إسباني، 3 كؤوس عالم للأندية، 3 كؤوس سوبر أوروبي، وكأس العالم، وكأس الأبطال كونميبول، وكوبا أمريكا، وذهبية الأولمبياد، وكأس العالم تحت 20 عاما، ولقبين للدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي. ميسي جاء بالفرحة منذ اليوم الأول، حيث سجل في كل المباريات وقلب الأمور بشكل كبير بعدما كان إنتر ميامي ثالث أسوأ هجوم في الدوري الأمريكي، لكن الأمور تبدلت حيث ارتفعت إلى معدل تهديفي يزيد على 3 أهداف في المباراة الواحدة. ومنذ وصول ميسي إلى إنتر ميامي استطاع ميسي تسجيل 10 أهداف في 8 مباريات، وقاد الفريق للفوز بالنهائي وحقق معه البطولة، كما فاز بجائزة أفضل لاعب وهداف الدوري متفوقا على الجميع.